وانا بقرأ التعليقات وقفت عند تعليق اثر فيا جدا. اختي بتقول انها نفسها تسد الديون اللي عليها، وان عليها مبلغ كبير قوي في السوبر ماركت. تقولي وصل بيا الحال ان انا سحبت حاجات لحد 30,000 جنيه. هي نفسها تسد الدين دوت، وكمان بتقولي بدفع كل شهر 2000 جنيه، وال2000 جنيه طبعا بيأثروا معاها قوي في الميزانية بتاعتها. التعليق ده خلاني افكر واقول ان احنا كلنا لازم نتعلم قبل ما نوصل للمرحلة اللي تبقى فيها احتياجاتنا الاساسية بالدين، لان الدين ده حمل ثقيل جدا، يعني حمل كبير قوي، وربنا يعين كل واحد مضطر ليه. ده مش معناه ان اي حد عليه دين غلط، لا، كل واحد وليه ظروفه غير التانية، بس لو نقدر ان احنا نمنع نفسنا عن الديون قبل ما الديون تكبر، ده يبقى افضل. واول حاجة احب اقولها لك، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرج همك ويسد دينك ويرزقك يا رب من حيث لا تحتسبي، ويرزق كل مهموم الفرج وكل مديون السداد، اللهم امين. سلام عليكم حبايب قلب الامارات، وحشتوني قوي 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 يا بنات، بحبكم في الله. لو اول مره بتشوفيني معاكي حبيبتي اختك هبه، اتمنى طبعا ان القناه تعجبك والمحتوى اللي احنا بنقدمه يعجب حضرتك. وما تنسوش بقى يا بنات حبايبي واخواتي وامي وصاحبتي اللي بتتفرج عليا، تعملي اللايك الحلو من ايديها يا رب، كل ايد تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل اللايك للفيديو ده، تزور النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويرزقنا جمعا كده زيارته، اللهم امين. عشان كده النهارده هشارك معاكم 5 حاجات بطلت اعملهم في المشتريات، و5 حاجات بطلت اشتريهم الا في الضروري، وازاي اعمل منيو اكلات اسبوع كامل من نفس الحاجات اللي انا شارياها، علشان نقلل كده من المصاريف على قد ما نقدر، ونبعد بقى عن اي سلف او اي دين على قدر على قدر المستطاع. يا رب يبارك لكل بيت في بيته، ويغني كل محتاج يا رب، ويغنيه من فضله. ومن الحاجات اللي انا اتكلمت عليها، لو انت هدفك تقللي السلف او تقللي كمان الديون اللي عليكي، فجربي الحاجات دي وبطلي تصرفي فلوسك على الحاجات دي من غير اي داعي. يعني ما ينفعش ابدا ان انا اكون معيش فلوس وانزل استلف علشان اجيب مثلا بالقسط او بالدين، او اسحب حاجات من السوبر ماركت او البقالة. الكلام دوت ما ينفعش خالص. انا اللي ينفع معايا ان انا معايا قرشين، فانا همشي نفسي على قد القرشين دول، ابطل ان انا اعيش على اعلى من امكانياتي. يعني انا امكانياتي ما تسمحليش ان انا اجيب جبن وشوية حاجات في التلاجة وشوية فاكهة والكلام ده كله، لا، امكانياتي اقل من كده، فانا اعيش اقل كمان من الامكانيات او امكانيات الفلوس اللي معايا او المصروف اللي معايا. ان انت تنزلي السوق كذا مرة اقول لكم من غير خطة، بتطلعي بمشتريات وحاجات زيادة ملهاش اي عايزة ولا اي لازمة. عملتلك في الفيديوهات اللي قبل كده ميزانية اسبوعية تمشي بيها مع نفسك، عملتلك كمان في الفيديوهات اللي قبل كده ميزانية 3 ايام بمبلغ بسيط جدا. يعني مشوا نفسكم على حسب الفلوس اللي معاكي. ما ينفعش ابدا امشي نفسي اكبر من امكانياتي، هلاقي نفسي بستلف، هلاقي نفسي استسهلت موضوع السلف، قرش بيجر قرش بيجر قرش، ولما جر هتلاقي نفسك مرة واحدة كده لقيتي مبلغ 30,000 جنيه زي ما اختنا قالت لنا في الكومنتات. فطبعا ده ما ينفعش خالص. غيري طريقة الأكل كل يوم، يعني لما يكون يوم كده تقرري تعملي أكلة مختلفة، ما تكوني الحاجات اللي عندك موجودة في بيتك، ما تشتريش مكونات جديدة كل مرة، ما تعمليش أكلة وانت أصلا ما عندكيش أي حاجة منها، أو عندك حاجة واحدة بس وهتجيبي كل الحاجات من بره، فده طبعا ما ينفعش. اعملي منيو للأسبوع، اشتري حاجتك مرة واحدة، ده أوفر لك بكتير ان انت تنزلي كل يوم. كلمت على لو ميزانيتك يومية، انزلي اشتري حاجتك باليومين 3، وان شاء الله يعني هقول لكم برضو على الفترة اللي جاية ازاي اخلي يعني ازاي اوفر لمشتريات واخلي ميزانيتي من يومية لاسبوعية. ان شاء الله هقول لك برضو ده. حابة كمان اقول لك لو عندك دين حالي
حاولي ان انت توجهي اي مبلغ كده اي مبلغ زياده عندك طلع منك تسدي بيه دينك قبل ما تشتري حاجه جديده او حاجه او حاجه انت مش عايزاها دلوقتي. مش لازم تحرمي نفسك، ولكن اسالي نفسك طب هل انا محتاجه الموضوع ده فعلا، محتاجه ان انا اشتري الحاجه دي فعلا ولا لا، ولا اقدر استغنى عنها دلوقتي. الاسئله دي البسيطه هتفرق معاكي، هتساعدك ان الفلوس تروح في اولويات بيتك، بس هتقلل قوي من السلف والديون على قد ما تقدري. يعني ما تبقيش مندفعه، لا والله ايه ده، اصرف ما في الجيب يعطيك ما في الغيب، طبعا ونعم بالله. ولكن انا لازم اكون عارفه ايه اللي داخلي علشان امشي عليه، علشان ما امشيش على اكتر من اللي داخلي، هلاقي نفسي جريت 1000 ورا 1000 ورا التاني. فطبعا ربنا يوسع رزق كل بيت ويفرج كل مديون يا رب، ويرزقكم جميعا حسن التدبير والبركه. طيب هنا بتعملي ايه يا بنات؟ هنا اول حاجه انا يعني ايه، خليني اقول لكم بس انا بعمل ايه دلوقتي. انا كنت عندي ربع كده من المفروم، نزلت عليه كده ببصلتين 3 وقرنين من الفلفل عشان يزودوا الكميه. كورت كده الكفته كده الكور صغيره كده مدوره، ان شاء الله هنعمل منها اكله كده حلوه قوي. كفته بالصلصه، كفته داود باشا او كفته بالصلصه مع البطاطس، تزود الكميه مع شويه رز بالشعريه، هتبقى اكله وعدت. ولكن انا مش هعمل النهارده دي، انا مخليها اليوم تاني. لكن انا بحب اعمل شويه تجهيزات كده بتساعدني كده في الاسبوع، يعني بتخفف عليا. ودلوقتي هعمل معاكم الغدا كده بتاعت نفس اليوم اللي انا كنت بعمل بيه في الكفته وبجهز لليوم اللي بعديه. فطبعا دي من الحاجات اللي انا بستفاد منها قوي. سلقت كمان يا بنات لوبيا كده في اول الفيديو، قسمت النص كيلو على 3 اكياس على حسب الاكله بتاعتنا. انت برضو سلق اللوبيا دي بتبقى من الحاجات السهله قوي واللي هتسهل عليكي، لان في يوم كده ان شاء الله هنعمل لوبيا برز وشعريه وكمان شويه سلطه. الدنيا بتمشي كده والاسبوع بيتزق معايا. فكده خلاص يعني قسمتي مثلا يوم لوبيا ورز، يوم كفته بالرز وبالشعريه وشويه مخلل، والنهارده ان شاء الله هعمل غدا برضو. ادي 3 ايام راحوا من عليكي. فالموضوع يعني بيكون سهل قوي، وفي نفس الوقت ما بتبقيش متشتته، ما بتبقيش كسلانه مش عارفه تعملي ايه. اعملي كمان يوم كده مثلا في الاسبوع، يوم جمعه استغلي بواقي الاسبوع كده واعملي منها وجبه جديده. اعملي مثلا اكلات اقتصاديه. الحاجات ديت لما هتجربيها صدقيني والله في الاسبوع الواحد بس ان شاء الله هتفرق معاكي جدا جدا. الفرق ده بقى مش عايزاكي تشتري بيه حاجه، مش عايزاكي تجيبي بيه اي رفاهيه ولا اي كماليات. خلاص ما عادش فيه وقت، لازم تسدي حتى لو جزء كبير من الديون اللي عليكي، عشان احنا داخلين الفتره اللي جايه على دروس ومدارس وشيله يعني ما يعلم بها الا ربنا يقويكم ويصلح لكم حالكم. فطبعا دي من الحاجات اللي هتبقى حلوه قوي معاكي وهتوفر معاكي بجد، ان انت تعملي منيو الاسبوع من نفس الحاجات اللي هي ممكنه، اللي هي الحاجه اللي معاكي جدا انك تبطلي تشتري اللي على المزاج. يعني الحاجه اللي مش ضروريه سيبيها لوقت تاني. انا عليا فلوس، انا وفرت 200 جنيه ان شاء الله، لو 500 جنيه وفرت 300 جنيه، وفرت 100 جنيه انا هشيلها من الفلوس اللي عليا. خليكي فاكره ان اي حاجه او اي مبلغ انت بتشيليه هينفعك، سواء حوشتي هينفعك، سواء لو عليكي دين ولا حاجه. وخليكي فاكره كده دايما، كانت دايما تقول لي القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود او الاكحل. فهي كان يعني ده كلامها، ولكن بجد بجد الحاجات دي هتفرق معاكي قوي. زي ما قلت لك اعملي اكل كل يوم، استخدمي الحاجه اللي عندك، بطلي تروحي السوق من غير ما تبصي على الحاجات اللي موجوده عندك. هتلاقي ساعات كتير قوي بيكون في حاجات موجوده عندك وانت اصلا مش مستخدماها، فهتلاقي نفسك مكرراها وجايباها. انا بقول لكم الحاجات ديت من تجربتي، يمكن تبان بسيطه ولكن والله مع الوقت هتفرق معاكم فرق كبير جدا في مصروف البيت، وتخليكي احسن وتخليكي تحسي ان الفلوس بقى فيها ليها بركه. كمان مش هتخليكي محتاجه ان انت تمدي ايدك وتستلفي. بطلي تجيبي حاجات نهائي من اي سوبر ماركت
على النوتة او على الفيزا، او على ان انت تاخدي وتسحبي على هذا الاساس ان انت لما تقبضي تدفعي. لا، انا ما عنديش كده. انا مش ضامنه بكره انا عايشه ولا لا، فازاي هجيب اكل وانا مديونه؟ ازاي اخلي نفسي مديونه؟ انا ضامنه ان انا اعيش بكره او الساعه اللي جايه او الساعتين اللي جايين؟ لا طبعا. فطبعا اعيش يوم بيومه، حتى لو كانت ميزانيتي بسيطه، حتى لو هتجيبي ب20 جنيه فول وتعملي شويه فول وطماطم وعيش وكلي، احسن بكتير قوي لما يكون عليكي مبلغ وقدره وتبقي مضطره ان انت تبيعي حاجه من معاكي، او حتى لو معكيش حاجه فهتعملي ايه؟ فطبعا السلف ده حاجه مش حلوه خالص. هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، فيديوهات حلوه قوي هتستفادوا منها. كمان هتعلمكم ازاي ان انتوا تمسكي كده على القرش، او على الاقل ان انت ما تاخديش فلوس او تستلفي او تديني عشان تجيبي اساسياتي. لا، انا مصروفي 100 جنيه فانا همشي على 100 جنيه، ايا يكن بقى ايه المبلغ اللي انت بتاخديه فامشي عليه او قللي منه. يعني انا مثلا مصروفي 200 جنيه هصرف 180 جنيه، اكن ال20 جنيه دي ما جاتش، سواء شلتها، سواء عملت جمعية مع نفسي، سواء ان انا اسد بيها دين عليا، هجيب حاجة بعد كده نفسي فيها. يعني ايا كان اللي انت محتاجاه، فطبعا دوت يعني بيزود لك احساسك ان انت الرضا ده اهم شيء يا بنات. فان انت تبقي راضيه بالفلوس اللي موجوده معاكي، وتبقي عارفه وممتنه كده لربنا ان انا معايا مبلغ البسيط ده، بس الحمد لله يا رب غيري مش لاقيه. فطبعا الموضوع هيفرق معاكي احسن بكتير ما انا اسحب فلوس واجيب حاجات على قد امكانياتي واتداين وابقى مضغوطه ومش عارفه اعيش، ومش عارفه اعيش اصلا بالمبلغ اللي موجود، في نفس الوقت بسد منه مبلغ انا صرفته اصلا، فالاحساس ده مش حلو. طيب خليني اقول لكم بقى كده، انا بجهز كده شويه سلطه بلدي يا بنات، بس كانت طعمها زي العسل. عملت كده شويه سلطه، وكمان عملت بتنجان يا بنات. كان عندي حبه، كم يعني ايه، حبتين كده من البتنجان الرومي، وبصراحه كانوا خلاص هيمرضوا، فقلت لا خلاص خليني اعملهم كده ايه، بابا غنوج، عشان مش عايزه اعملهم بتنجان مخلل. فعشان ما استهلكش يعني كميه زيت، زي ما انتوا عارفين انا ماشيه نفسي على هذا الاساس عشان مصاريف الاسبوع. فطبعا ان انا اعمل زيت او الكلام ده كله فده هيهدر معايا. فالفكره بتجيلي من هنا بقى، ان انا ايه، لا والله انا عندي نص كيلو بس من الزيت، فانا ايه، اخد بالي بقى، احمر بطاطس بالعقل، او ما احمرش بتنجان اللي هياخد لي اصلا نص كيلو الزيت كله. لا، انا احمر، انا هعمل بابا غنوج وفي نفس الوقت هاخد معاه نقطتين 3 كده من الزيت. عملت تتبيله حلوه قوي من السمك بعد ما غسلته بنات، بحطه في ملح كده وبسيبه حوالي ساعه، وبرجع اشطفه واعمل له بقى ايه، فص توم كنت مفصصاه، ونزلت بقى بشويه كمون وشويه ملح وشويه ليمون وشويه خل كده، وتبلته زي ما انتم شايفين، وجزعت كده السمكه بحيث ان انا بحس ان السمك من جوه مش بيكون متبل احسن حاجه، وبيكون دلع كده وطعمه مش ايه، يعني مفهوش الدقه او التتبيله اللي احنا عاملينها. وهعمل بقى عملت كمان شويه سلطه زي ما قلت لكم. وهنا كان البتنجان معايا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين استوى خالص، واستفدت برضو في نفس الوقت اكله وحلوه قوي. وبقى معايا كمان يا بنات من تاني يوم، خليته كده في كيس في الفريزر، وقت ما تحتاجي هتطلعي وتروحي عامله حاطاه كده في طبق جانبي وسط الاكل، هيحليلك كمان الاكل. بعمله ازاي يا بنات؟ كان عندي طحينه، بحط عليه طحينه وبحط عليه شويه خل، شويه كمون وشويه كزبره، وكمان بحط عليه ايه كمان يا بنات في الكبه ضربتين 3 كده مع الطحينه، بيطلع معايا زبده وبيطلع معايا طعمه حلو قوي قوي قوي. يعني بخليه كده جنب الاكلات بيبقى طعمه جميل. وبصراحه يعني يعني بصراحه بيخلي لي طعم الاكل كده حلو. الحاجات اللي بقت تفرق معايا قوي كمان يا بنات، اني قبل ما الحاجه تبوظ بقيت اجيب ايه، الحاجات على قد احتياجاتي، وبطلت انزل السوق كل يومين، لا هي يوم واحد بس، ده بيوفر معايا فلوس كتير جدا، وخصوصا لو انت عندك اطفال. على واحدة متابعة حبيبة قلبي بتقول لي يا هبة أنا نفسي أعمل جمعية مع نفسي، لأن الجمعية لما بدخل مع حد تاني لازم يكون في حاجة في البيت والحاجة دي بتبوظ من عندي.
يعني مروحه بتبوظ، ثلاجه بتبوظ، المهم يعني الجمعيه بتتصرف وما بتقعدش. هي خلاص زهقت، يعني مش عايزه تعمل جمعيه مع حد، هي عايزه تعمل كده جمعيه مع نفسها. علشان كده عايزاكي ايه، ما تعقديش نفسك. يعني ممكن كل شهر تشيلي لك 200 جنيه، شيلي لك 300 جنيه. الشهر ده قدرتي ربنا كرمك وقدري شلتي 500 جنيه، حسب كل واحد وكل ظروف، وحسب ظروفك وحسب اللي انت تقدري تشيلي عليه. في ناس بتقدر تشيل 1000 جنيه، لو شلتي 1000 جنيه كل شهر هتلاقي بعد 10 شهور او بعد سنة كمان هتلاقي معاكي 12000 جنيه. فده في حد ذاته ادي جمعيه عملتيها مع نفسك. في نفس الوقت ما اتزنقتيش، محدش طالبك ان هو كل شهر يقولك هاتي مبلغ كذا، وفي نفس الوقت فلوسك مش منظوره، فلوسك مش مبسوط عليها. علشان في ناس كتير قوي يا بنات بتتضايق من الموضوع ده، ان هي بتكون داخله الجمعيه وبعد ما تقبض الجمعيه تقولك اصل الجمعيه اتصرفت. او كتير مننا يقولك ايه، اصل الفلوس جايه بتبقى عارفه هي رايحه فين. فطبعا يعني منعا للحاجات ديت، لان في ناس كتير قوي ما بتبقاش حابه كده. فعشان كده بقولك ما تعقديش نفسك. انت لو انت في بدايه التحويش ابدأي ب 200 جنيه كل شهر، علشان برضو انت في البدايه، يعني ما تزنقيش نفسك في اول شهر وتحرمي نفسك من حاجات كتير. لا، هي هيكون في بعض التنازلات، يعني تتنازلي عن حاجات بسيطه، ولكن في سبيل ان انت تشيلي لنفسك حاجه او تشيلي لنفسك قرش او تعملي مع نفسك كده جمعيه. من هنا لرمضان ان شاء الله يكون معاكي مبلغ حلو، او من هنا للعيد تبقي مش محتاجة حاجة بإذن الله، تجيبي حاجة تفرحي نفسك، تفرحي بيها شقتك، تفرحي تجيبي حاجة لولادك تسعدك، أو يكون معاكي مبلغ تجيبي بيه أي حاجة أنت عايزاها. فما تعقديش نفسك، اللي تقدري عليه شيليه. ممكن تشيلي 2000 لو انت بتشتغلي، لكن لو انت قاعدة في البيت شيلي اللي تقدري عليه. عايزة اقولك الموضوع دوت بيفرق معاكي كتير قوي. يعني نولك كل اللي في بالك ويرزقك الذرية الصالحة يا رب، ويا رب يرزقك من حيث لا يحتسب يا رب بإذن الله. بصوا يا بنات، انا كنت هنا بقى بعمل بحمر السمك خلاص، ودي كانت بتنجانية اخر واحدة يعني. لقيتها كده كبيرة، فقلت ان انا هشويها واروح شايلاها كده من غير اي طحينة ولا اي توابل في الفريزر، وبعد كده لما اجي استخدمها اطلعها واضيف عليها طحينة واحط بقى شوية زيت، والتوابل بتاعتي بتفرق جدا. وعملت بقى احلى اكلة سمك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا بنات. السمك كان حلو مع اني كنت مستصغروه يعني، لكن والله العظيم بسم الله ما شاء الله البركة بتاعت ربنا. عملت سلطة، عملت بابا غنوجة اهو زي ما انتم شايفين، وكمان عملت رز صيادية الحمد لله اللهم لك الحمد، طلع زي الفل وزي العسل. ربنا يوسع عليكم دايما يا رب ويرزقكم يا رب الستر والراحة والبركة. وبشكر كل بنت وصلت معايا لحد هنا، وبشكركم جدا يا بنات على دعمكم، والله العظيم شكرا جدا جدا ليكم على تقديركم ليا. وبكده حبايب قلبي خلصنا فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا حتى لو بفكرة واحدة تساعدكم تنظموا مصروف البيت وتستفادوا من كل حاجة بتشتروها. افتكروا دايما ان كل بيت ليه ظروفه مختلفة، فاعملي التقسيمة اللي تناسبك انتي وتناسب ميزانيتك وتناسب فلوسك واكلاتك واكلات اسرتك. الاهم ان يكون عندك تنظيم. البركة في الرزق مش في كتر الفلوس. ممكن كتير قوي يكونوا ناس معاهم فلوس بس مش عارفين ينظموها او مش عارفين يمشوها ازاي، لكن اعملي حاجتك على قد التقسيمة وعلى قد الفلوس بتاعت بيتك. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني يا بنات باللايك والاشتراك في القناة. لو اول مرة بتشوفوني اكتبوا لي في التعليقات انتوا بتقسموا حاجاتكم ازاي، ويمكن نستفيد كده من بعض. يا رب اللهم بارك لينا في ارزاقنا ووسع علينا من فضلك يا رب، واجعل البركة في بيوتنا وولادنا، وارزق كل بيت راحة البال والسعادة والسعة الرزق. اشوفكم على خير يا بنات في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.